صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هنقول قصة أحببته مسيحي. بس تعالوا نبدأ ونسمي الله ونصلي على رسول الله. كانت قاعدة في غرفتها سرحانة وبتقول في نفسها هو ينفع مسيحي يتجوز مسلمة؟ وبتفكر وهي مبتسمة. فجأة بصت في التليفون بتاعها لقيت الساعة 8. قالت يا نهار أبيض أنا اتأخرت على الجامعة. قامت لبست بسرعة علشان تروح الجامعة. بس تعالوا بقى نتعرف على بطلة قصتنا النهاردة. هي اسمها جنى، عندها 19 سنة، تانية جامعة، كلية آثار، ملامحها جميلة وهادية جدا وجذابة. بتحب توني ده عنده 20 سنة، في تالتة جامعة برضه في نفس الكلية بتاعتها اللي هي كلية الآثار، وسيم جدا وبيحب جنى. بس للأسف جنى ما تعرفش ان هو بيحبها ولا كمان هو يعرف ان جنى بتحبه. في الجامعة راحت لأصحابها ريتاج وجودي. ريتاج وجودي عاملة ايه يا جنة؟ جنة الحمد لله. ريتاج انت لسه بتفكري فيه؟ جودي يا بنت عمري ما هيبقى ليكي، ده مسيحي وانت مسلمة ما ينفعش تتجوزوا. جنى وهي زعلانة جدا قالت انا عارفة والله وانا زهقت، حب عمري كله من طرف واحد وده حاجة هتقتلني. جنى وهي متفاجئة اهو هناك اهو، بصت عليه وهو مع اصحابه وبيضحك وبيهزر عند توني. احمد جنى اللي انت بتحبها هناك اهي. توني بغرور عايزني اعمل ايه يعني؟ احمد بلاش غرور، انت عارف كويس قوي انك بتحبها. توني بزعل ايوه بحبها بس مش عايز احب واحدة، انت عارف كويس قوي ان عمرها ما هتبقى ليا ومش عايز اتعلق بيها. في فرق ما بيني وما بينها الدين. احمد انت عندك حق بس انت هتعمل ايه؟ انت بتحبها. توني هحاول ابعد عنها. حضروا كل المحاضرات بتاعتهم في الكلية وروحوا. عندي جنى. جنى روحت البيت لقيت مامتها محضرة الغدا. قالت لها يلا يا جنى علشان تتغدي، انت نزلت الجامعة الصبح من غير فطار. جنى حاضر يا ماما. وهما قاعدين على الفطار محمد ابو جنى قال لها عامله ايه يا حبيبتي؟ جنى الحمد لله يا بابا. محمد تستاهل الحمد يا حبيبتي. عملتي ايه النهارده في الكليه؟ جنى كان يوم كويس الحمد لله وعدى على خير. وبداوا ياكلوا وخلصوا اكل وقامت جنى دخلت الغرفه بتاعتها. اتصلت بريتاج صاحبتها. ريتاج السلام عليكم. جنى وعليكم السلام. ريتاج في رحلة الكلية عاملاها هتيجي؟ جنى قالت لها هو توني هيروح؟ ريتاج قالت لها جنى لا مش هاجي انا عايزة ابعد عنه. ريتاج ليه عملك ايه؟ جنى ما عمليش حاجة بس انا مش عايزة اتعلق بيه. ريتاج اللي انت عايزاه يا حبيبتي باي. جنى قالت لها باي. تاني يوم صحيت جنى على مفاجأة. تعالوا نحضر المفاجأة ونشوف هي ايه المفاجأة مع بعض. صحيت جنى على ريتاج بترن عليها. جنى بكل نوم الو. ريتاج انتي لسه نايمة؟ يلا قومي البسي. جنى بكسل البس ليه؟ ريتاج حضرتك ناسية ان ورانا رحلة. جنى وهي مش فاهمة رحلة ايه. ريتاج البسي وانزلي وانا هقولك. جنى لبست وتشيكت. نزلت جنى تقابل ريتاج عند الباص. ريتاج اول ما شافتها قالت لها ايه القمر دي احلى عروسه في الدنيا. جنى بغيظ انت دخلتيني الرحله؟ ريتاج بكل برود ايوه. جنى بعصبيه اكتر انا قلتلك ما تدخلينيش. ريتاج خلاص فات الاوان يا حلوه وهتيجي معايا الرحله. جت جودي عليهم وهما بيتكلموا. جودي السلام عليكم يا شباب. جنى وريتاج وعليكم السلام. جنى ينفع اللي ريتاج عملته؟ جودي وهي عملت نفسها مش عارفه حاجه. عملت ايه الحماره دي؟ ريتاج بصت ليها بصة انبهار. جنى ينفع تدخلني الرحلة من غير ما أعرف؟ جودي بتفاجؤ مصطنع ايه ده ما ينفعش طبعا. وبصت لريتاج وقالت ليها كده ينفع يا ريتاج؟ وطبعا ريتاج بتمثل عليهم. ريتاج وهي متفاجئة ايه ده هو مش انا وانتي اتفقنا اننا ندخلها الرحلة علشان نقعدها جنب توني؟ جودي خبطت ايديها على راسها من غباء ريتاج. جنى انتوا متفقين عليا يا ولادي الايه؟ جنى ايه رأيكم اني هحطكوا قدام الامر الواقع ومش هاجي الرحلة دي؟ جودي مش هينفع عشان احنا مش هينفع نلغي الاشتراك، خلاص احنا دفعنا الاشتراك ومش هينفع ان احنا نرجعه. ريتاج وهي بتغيظها بحركاتها. جنى ماشي يا كلاب انا هوريكم. في الباص جودي وريتاج ركبوا جنب بعض وما كانش في مكان غير جنب توني، ودي لانهم اصلا متاخرين. يا ترى جنى هتقعد جنب توني ولا ايه؟ وقفت جنب توني وقعدت تقول في نفسها اقعد ولا ما اقعدش، اقعد ولا ما اقعدش. توني وهو عامل نفسه مش عارفها. يا انسه جنى كانت لسه بتفكر. توني نده عليها للمره التانية يا انسه جنى ما خدتش بالها منه. توني بصوت عالي يا انسه جنى. قالت له ها توني هتقعدي ولا لأ؟ جنى قالت اسفة. توني ولا يهمك. ريتاج وجودي كانوا بيبصوا عليهم وهما مبتسمين. كان في معيد اسمه سيف. سيف كان معجب بريتاج وريتاج كمان كانت معجبة بيه. تعالوا نعرف مين هو سيف. سيف معيد في الجامعة عنده 25 سنة، يتيم الأب. كان سيف بينبه بوصول الباص. ملحوظة كانت الرحلة رحلة تخيم. نزلوا وراحوا مكان التخيم وعملوا خيمة.
سيف ومحمد وتوني. محمد عنده 25 سنة وكمان هو معيد في الجامعة وبيحب جودي وجودي كمان بتحبه. توني وسيف ومحمد في خيمة وجودي وجنى وريتاج في خيمة. الخيم بتاعتهم كانت جنب بعضهم. توني وسيف ومحمد كانوا معرفين بعضهم ان هما بيحبوا البنات. عند الشباب سيف: انت مش هتبطل غرور مع جنى؟ محمد: ايوه صح، انت كلمتها النهاردة وعملت انك مش عارفها. توني: انا مش عايزة احبها تاني، هي مش نفس الدين بتاعي. توني: وانت بقى مش ناوي تعرف ريتاج انك بتحبها؟ سيف: لا، خايف ترفضني. سيف: وانت مش هتعرف جودي يا محمد؟ محمد: لا، انا زي سيف خايف ترفضني. عند البنات جودي: كان يوم متعب قوي. جنى: فعلا يوم رخم. ريتاج: هو انت وتوني ما اتكلمتوش خالص؟ جنى: لا، ما اتكلمناش. جنى: انا عايزه اقول لتوني اني بحبه. جودي: لا طبعا، انا مش هخليكي تعملي كده. ريتاج: مش هينفع تعملي كده، انت غاليه قوي، المفروض هو اللي يقولك كده. جنى: والله ما عارفه اعمل ايه. ودخلوا ناموا. صحيت ريتاج وطلعت الساعة 6 الصبح. جه عليها سيف وقال لها: ايه اللي مخرجك بدري كده؟ قالت له: انا طالعة اشم شوية هوا. قالت له: وانت كمان يا سيف ايه اللي مخرجك بدري؟ قال لها: انا طالع كمان زيك اشم شوية هوا، ما تيجي نتمشى شوية؟ ريتاج قالت له: ماشي، بس دقيقة. دخلت الخيمة، جابت سكينة وخرجت. سيف: ايه ده، حبيتي تقتليني ولا ايه؟ ريتاج بضحك: لا، عشان لو طلع علينا حيوان مفترس. سيف: لا، حريصة. ريتاج: اكيد. اتمشوا مع بعض وهما بيتمشوا. سيف: احكيلي عنك شوية. ريتاج: احكي لك ايه بالظبط؟ سيف: يعني حياتك عاملة ازاي كده يعني؟ ريتاج: تمام، انا ماليش في الدنيا غير بابا واخواتي. سيف: طيب ومامتك؟ ريتاج: ماما متوفية. سيف: ربنا يرحمها. ريتاج: يا رب. وهما ماشيين طلع عليهم اسد. ريتاج خافت وصرخت: اهدي وهاتي السكينة وارجعي ورا. ريتاج عملت اللي هو قال لها عليه. الاسد هجم على سيف. سيف اتعور وما كانش قادر يقاومه والسكينة وقعت من ايد سيف. ريتاج جابت السكينة وموتت الأسد وجريت بعدها على سيف وهي بتعيط: انت كويس؟ سيف بضعف: كويس. ريتاج سندت سيف وكانت ماسكة ايده وقعدوا يتمشوا لحد ما وصلوا عند بحيرة شربوا منها، وسيف غسل وشه وايده ولقوا بيت صغير من الخشب فيه أساس. سيف نام عليه وريتاج قعدت جنبه لحد ما نامت. عند جودي وجنى ومحمد وتوني. جنى صحيت ما لقيتش ريتاج، قلقت جدا عليها، خرجت تشوفها ما لقيتهاش. وعند محمد وتوني. توني صحي ما لقاش سيف، خرج ما لقاهوش. شاف جنى قال لها: شفتي سيف؟ جنى قالت له: لا. انت شفت ريتاج؟ توني قال لها: لا. صحوا كل اللي في الخيم وقعدوا يدوروا عليهم ما لقوهمش. يا ترى هيلاقوا ريتاج وسيف ولا لا؟ ولا سيف وريتاج هيعرفوا يرجعوا ولا لا؟ جانا قالت بقلق: انا عايزه اروح ادور على ريتاج، مين يجي معايا؟ توني قال لها: انا هاجي معاكي. جودي كمان قالت: انا عايزه اروح ادور عليهم، مين هيجي معايا؟ محمد قال لها: انا هاجي معاكي. جودي: امشي يا جنى انت وتوني يمين وانا ومحمد هنمشي شمال، والباقي يستنوا هنا لحد ما حد فيهم يجي. كلهم وافقوا على كلامهم. عند جودي ومحمد. جودي كانت زعلانه ومتوتره. محمد قال لها: اهدي ما تخافيش، ان شاء الله هتبقى كويسه. جودي: اهدى ازاي بس، صاحبتي مش لاقيينها. محمد: ان شاء الله هنلاقيهم، وانا كمان صاحبي مش لاقيه، وهتلاقيهم مع بعض ان شاء الله. جودي: يمكن. وعند جنى وتوني. جنى كانت زعلانه وبتعيط. جوني: بطلي عياط، هنلاقيهم ان شاء الله. جنى وهي بتعيط. جنى بتقول: يا رب. جنى وتوني وهما ماشيين لقوا سكينة ولقوا أسد مقتول. جنى: السكينة دي كانت عندنا في الخيمة. توني: ودي حتة من القميص اللي سيف كان لابسه. لقوا كلهم أكتر. صحي سيف لقى ريتاج نايمة على كرسي جنبه. قعد يبص لها. ريتاج صحيت لقيته بيبص ليها. قالت له: انت كويس؟ قال لها: انا كويس الحمد لله. الاعشاب اللي انت حطيتيها ليا ريحتني، انت جبتيها منين؟ ريتاج: انا لقيتها هنا. ريتاج بصت في الساعة لقت الساعة 1. قالت له: احنا اتأخرنا قوي. سيف: طب يلا نرجع قبل ما يقلقوا علينا. عندي جنى وتوني. جنى: حد جاي من بعيد. توني قال لها: طب اقفي ورايا. سمعت كلامه. توني جاب غصن شجرة كبير كان لسه هيضرب بس سيف مسكه. جنى حضنت ريتاج وقالت لها: انت كنتي فين؟ ريتاج قالت لها: نرجع واحكي لكم على كل حاجة. رجعوا في نفس الوقت اللي جودي ومحمد رجعوا فيه. جودي حضنت ريتاج وقالت ايه اللي حصل. ريتاج حكت لهم على كل حاجة. توني قال لريتاج: لا انت شجاعة بقى. ريتاج قالت له: طبعا. وتعرفوا على بعض والرحلة خلصت وكل واحد رجع لبيته. تاني يوم في الجامعة سيف كان بيدي محاضرة للبنات والتوني وبقية المدرج. وهم خارجين سيف قال لريتاج: انا بحبك وعايزة اتقدم لك. ريتاج اتكسفت وقالت له: ماشي، كلم بابا. ونفس الكلام مع محمد وجودي. بس توني قال لجنى: انا بحبك. جنى: بس انت مسيحي وانا مسلمة.
توني انا هأسلم علميني. جنى قالت له بجد؟ بجد؟ توني قال لها اه بجد. جنى قالت له قول ورايا: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. توني: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. توني اتقدم لجنى وجه يوم الفرح. كان اجمل يوم كان اجمل يوم، كان زي القمر، وكل واحد اخد عروسته يرقص بيها، واشتغل الفرح، والفرحة بقت 3. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجة انا بنزلها. وكمان ما تنسوش تنزلوا تحت دلوقتي تكتبوا في كومنت حلو منكم وتصلوا فيه على حضرة النبي. سلام.